السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هوريكم الركنة بتاعتنا الثلاث قطع اللي صورتها لكم في الفيديو اللي فات، واتكلمنا عن الخامات بتاعتها واتكلمنا عن كل حاجة تخص الركنة ديت، وقلت لكم لو في اي استفسار عن الخامات او عن السفنجات او عن اي حاجة ابعتوا لنا على الواتساب. بس في الفيديو اللي فات نسيت اقول لكم على نوع القماش اللي استخدمناه هنا. احنا هنا استخدمنا قماش كتان، وادي شكل الخامة من قريب عشان الناس اللي عايزة تشوف الخامة وبتبقى عايزة تجيب نفس الحاجة كده. دي شكلها من قريب. تمام. قلت لكم كمان في الفيديو اللي فات ان انا هصور لكم الكوشنات، كنا لسه ما عملناهاش هنا، كنا لسه بنفنش في الركنه. طبعا الركنه عندي هنا 3 قطع، انا عملت خلاص خلصنا الكوشنات زي ما انتم شايفين. طبعا هي مش مفروشه حاليا لان المساحه عندي في المحل مش مساعداني ان انا افرشها جنب بعضها. هي ركنه هنا بسم الله ما شاء الله كبيره، ركنه 3 قطع، فالمكان عندي مش مساعد ان انا افرش الركنه جنب بعضها لان في شغل تاني في المحل وكده، فالمساحه مش مساعداني. دي القطعه الكبيره صورتها لكم، دي القطعه التانية والقطعه التالتة جوه في المحل من جوه. فبرضو ايه يعني مش عارفه اوريكم شكلها وهي جنب بعضها. يعني هنحاول قدر الامكان نصور وننزل الفيديو على قناه فنون التنجيد، قناه زوجي. يعني نحاول نفضلها مساحه او كده بحيث ان احنا نفرشها جنب بعضها. تمام. الكوشنات طبعا مش مرصوصه كويس لان ايه الركنه اصلا مش مفروشه جنب بعضها، بس انا بوريكم الكوشنات بتاعتها عشان انا في الفيديو اللي فات قلت لكم الكوشنات ان شاء الله هتبقى في الفيديو الجاي. دي كده الكوشنات بتاعتها خلاص خلصت. الركنه زي ما انتم شايفين ده شكلها، دراع فك وتركيب اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. الظهر زي ما انتم شايفين ظهر عندي ثابت، مفيش شلت للظهر لان عندي الظهر زي ما انتم شايفين يعني سميك ازاي، بيدي غنى عن الشلت المتحركه اللي بتبقى في الظهر، اللي هي بتبقى غالبا قد ديت كده او مستطيله يعني على حسب الموديل. فطبعا في شغل في الظهر كده ما ينفعش ان انا اعمل كل الشغل دوت واتعب فيه وفي الاخر اداريه بالشلت يبقى ملوش لازمه، اصلا كنا عملناه ساده وخلاص. فده كده شكل الظهر بتاعنا، وطبعا الشكل اللي انتم شايفينه دوت واخد الظهر من ورا، يعني هحاول ابينه لكم هنا اهو. كل جزء